بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يا صباح الفل او يا مساء الفل لو هتشوفوني بالليل، طبعا هنزل فيديو بالليل. ازيكم يا بنات؟ كل سنة وانتم طيبين. يا رب كده يقعد عليكم الايام بخير يا رب. النهارده معايا فيديو حلو قوي. فيديو ان شاء الله اعمل لكم النهارده شويه خصومات كده حلوه. انتوا بصوا عجبكم بقى موضوع الخصومات، ويعني ايه مش جاي علينا بخساره خالص. بس كله فدا ان انتوا تشتغلوا وان الناس تسترزق وربنا يفتح لكم ابواب الرزق، اللهم امين. بس النهارده قبل ما نشوف موضوع الخصومات، انا معايا كده شويه قماش هشير، او اللي هو اللي بنقول عليه كده بالبلدي المشبح. القماش اللي هو في ايدي دوت يا جماعه. القماش الناس بتخاف تشتغل فيه، ومش متخيلين انه ممكن يطلعوا منه اشكال حلوه ورسومات حلوه وحاجات تعجب الناس. والله العظيم ما شاء الله. انا هوريكم دلوقتي كذا طقم، كلهم يعتبروا لون واحد في الوان الكافيهات والبنيات وكده، وانا مش مدخله معاهم اي اشكال تانية خالص خالص. وانتوا دلوقتي هتحكموا وتشوفوا برضو وايه وكده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهم حاجه يا بنات انك وانت بتشتغلي ابتكري ان وانت بتشتغلي في ايدك حته قماشه ملهاش اي منظر. ازاي تعملي لها منظر وازاي تخلي لها شكل، حتى لو بابسط الحاجات. انا القماش اللي معايا ده كله يعتبر نوع واحد ولون واحد، وما دخلتش معايا حاجه، بس عامله كذا قصه منه وشكله حلو جدا. بصوا، بحته جبيره صغيره، بحته فرنشه، بحته دندل زي اللي انا عاملاها دي، هتخلي للشكل او يعني القصه تروح في حته تانية خالص. هي اي نعم، الكورنيشه من نفس لون القماشه، بس عشان حاطه لها حته تنضله كده على الطرف، عامله لها شكل نفس اللي هتشوفه برضو في كذا طقم دلوقتي معايا. عندنا انا عملتها فستونات، واللي قبلها عاملاها كورنيشه رفيعه خالص، هتبقى على طرف السرير من تحت او طرف الكورنيشه من تحت كده، بس هتبقى حلوه. وكمان انا عملت من القماش الهشير ده دي كوشنات يا بنات. اللي عايزه تعمل بقى مشروع اللي ملهاش مثلا في تفصيل الميلاد وكده، ممكن تعملي كوشن. هو شكله حلو جدا. عايزه تظبطيه شويه، هتجيبي كمان مثلا جبيره اللي هي بتبقى زي اللي بتبقى متضفره دي. وبالمناسبه انا جبتها وهي عندي بالمتر برضو. تجيبيها برضو تزوقي بيها كده قبل ما تقفلي الخداديه او الكوشن بتاعك. او تجيبي الرسومات اللي بتبقى على الحاجات اللي بتتلزق على على القماش. رسمة بقى بطوط، رسمة هلال، رسمة نجمة، أيا كان، رسمة وردة. الحاجات دي كلها بتتباع عند مستلزمات الخياطة. الراجل اللي هو بيبيع الحاجات الخياطة كلها هتلاقي عنده الحاجات دي كوشنات كده للانتريه للركنة لأيا كان هتعملي بقى ايه. ممكن تعملي مثلا 6 كوشنات في كيس كده وتغلفيهم وتظبطيهم، ودول يبقوا ايه طقم على بعضه. او 6 كوشن مثلا ومعاهم حته تعملها مفرش او تعملها رانر مثلا. ان شاء الله قريب هعمل معاكم الرانرات دي باذن الله، وتبقى طقم على بعض تمام. دي خداديه اهي. الخداديه نفس الطقم اللي انا عملته في الاول خالص. وعامله لها بس فل كده. عارفين هي الكورنيشه هي منها فيها نفس لون الكورنيشه نفس لون الخداديه، بس حته الفل دي نطقتها وخلتها راحت في حته تانية خالص. معايا قصة تانية برضو اهي نفس اللون وكل حاجة، ما دخلتش الوان تانية معاها اهي، بس بحتة الدانتيلا بتخلي لها منظر وشكل حلو اهو. يعني ما تقلقوش. وعلى فكرة الهشير ده جميع الالوان منه. انا كان عندي الوان كتير قوي، يعني بنجيب منه جبنة النبيتي، وجبنة اللون الاخضر اللي هو المنت جرين، وجبنة البنفسجي، وجبت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللون البصلي، والالوان كل الالوان موجوده، كله موجود. والرصاصي طبعا، ده الرصاصي ده احنا بدعنا فيه، يعني عملنا كتير فيه، ودخلنا بقى الرصاصي مع المنقوش، ودخلنا حاجات كتير قوي يا بنات. اهم حاجه بس كده تبتكري كده وتفني بقى. بصوا طلعوا الفن اللي فيكم. اللهم صل على النبي. شفتوا دي؟ هي حته كورنيشه صغيره. تخيلوها كده من قبل الجبيره اللي انا حطيتها دي تبقى منظرها ازاي، وبعد الجبيره بقت منظرها عامل ازاي. الجبيره نطقتها خلتها راحت في حته تانية. اهي دي نفس الطقم بتاعها اهو. القصه دي يا بنات المشهوره جدا، اللي هي بتبقى فيه وصله كده في النص، ومن تحت الكورنيشه الوصله دي بتبقى لون تاني. انا ما عملتهاش لون تاني ولا حاجه خالص. ونفس القصه دي، بس انا ايه زودت فيها حته كمان، هتشوفها كمان شويه اهي. كملوا كده معايا الفيديو الاخر عشان تشوفوا العروض النهارده هتبقى عامله ازاي. بصوا، الدانتيلا دي عملت لها منظر تاني خالص. وشجعوني كده لو سمحتوا والنبي يا بنات والنبي. شجعوني كده باللايك كده، واي تعليق حلو منكم. اللايكات دي بترفع الفيديو، عشان تشجعوني كده ان انا اصور لكم دايما فيديوهات. انا والله بصوا، علشان خاطر المشاهدات بتبقى ضعيفة والدنيا بتبقى ضعيفة كده، فبصراحة بخيط وبعمل، ما بصورش خالص. شايفة ان تعبي ده كله بيروح في الفاضي. دي كلها تقوم على فكرة. ده كان اوردر انا عاملاه
لسه هكويه واظبطه، بس انا مش هكويه معاكم، انا قلت بس اوريكم الاشكال، لان الدنيا حر فمش مستاهله كمان نشغل مكوه كده في الحر ده. فقلت انا هوريكم بس الاشكال كده، ان انا اديكم افكار، وفي نفس الوقت ايه تبقوا انتوا شفتوا الهشير بيتعمل منه ايه وكده. ممكن حاجه تايهه عن دماغكم، فكره كده تايهه عن دماغكم، كلام من ده. دي خداديه برضو اللي هي بتاعت الطقم الفستونات اللي احنا شفناه في الاول. عملت حته برضو زي الفستونه كده على الخداديه اهي، عامله لها منظر حلو قوي. دي شوفوا عاملاها ازاي برضو، دي عاملاها بس كده ايه، كورنيشه كده من على الحرف من فوق. حاولوا تغيروا بقى، غيري وابدعي وكل حاجه يعني. بصوا انا هو زي ما قلت لكم هو نفس القماشه ونفس اللون، بس عملت منها اشكال كتير قوي. ده كله طبعا لسه هيتكوي، وجنب الكراتين اللي هي بتاعت التغليف. وبالمناسبه انا بجيبها، بس هي خلصانه بس من عندي دلوقتي، بس انا الحمد لله بجيبها وبجيب اكياس التغليف ان شاء الله. والفرنشات والحاجات دي كلها موجوده عندنا باذن الله. شفتوا الطقم ده بقى، دي زي الوصله اللي انا وريتها لكم من شويه، بس انا زودت لها حته كورنيشه رفيعه من فوق. طبعا خلت الطقم شكل تاني خالص، شكله تحفه 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 بصراحه. شوفوا عامل ازاي. فهاتي الهشير او اللي هو المشبح زي ما بنقول، واشتغلي فيه بقلب جامد. هتعمليه لوحده، هتدخلي فيه الوان كتير. لو رجعتي كده الفيديوهات هتلاقيني كنت مدخلاه مع كذا لون، وان شاء الله الفيديوهات الجايه باذن الله هوريهولكم تاني برضو. يعني هدخله برضو مع كذا لون. بصوا بصراحه بيبقى شكله حلو قوي. هنا بقى بصوا العروض بقى اللي انا بقول لكم عليها ايه. بصوا يا بنات، انا فايض عندي بواقي قماش، بواقي ملايات، بواقي. انا بجيب مثلا تواب زي ما انتم عارفين، فبقيس بقى اللي ليكي والغيرها والغيرها والغيرها، فبيفض عندي بقى حته ايه، 2 متر، حته 2 ونص، حته متر ونص، حته مش عارفه ايه. اللي هو اصغر حته عندي هتلاقيها نص متر، اللي هي ممكن تنفع كوشن. فالشغل ده ينفع لو حد بيعمل شغل فرداني. عايزه تعملي مثلا بتاع ده خداديات، مخدات فرداني، اطفال، كبير، زي ما انت عايزه تعملي كوشنات. كل الاشكال دي تنفع كوشنات يا بنات، كل ده ينفع كوشن اهي. عايزه تعملي فرداني، عايزه تدخليهم في حاجات تانية خالص. يعني القماش انا عندي كذا رسمه بتتعمل منها على فكره ملابس، مش على قد المفروشات او الخداديات او الملايات بس، لا ده انا والله انا عن نفسي عامله ملابس منه، وعامله البناتي منه، اللي هو الكراهات. لو انتوا فاكرين القماش الكراهات اللي احنا كنا جايبينه قبل كده ده، انا عامله منه ملابس. فممكن بقى لو انت ليكي في الدنيا دي، بصوا الاشكال دي اهي. طبعا انا مش فاضيه ان انا اعملها، لو فاضيه اعملها مش هبيعها خالص. بس انا بصراحه يعني اليومين دول انا مسحومه، وعندي كذا اوردرات، كذا اوردر عايزه اخلصه. فبصراحه الحاجات دي زحمه عليا الدنيا، فقلت خلاص مش مشكله، انفع واستنفع. همشي لكم الحاجات دي، العروض اللي فاكرين العرض اللي قبل كده كنا عاملينه ب 155، هنمشيه تاني على الكلام ده كله. على فكره الحتت دي فيها حتت كبيره، فيها حتت مثلا مترين ونص، حته مترين، حته متر ونص، حته مترين الا ربع كده. بس على هنقول شرط ماشي، عشان خاطر ايه اللي اوله شرط اخره نور. ما تجيش تقولي لي يا ميارة هاتي لي كذا ووريني الشكل كذا، طب قيسيه لي قد ايه، طب شوفي الحته دي قد ايه، طب قيسيها لي كام متر. انا مش هقيس حاجه. انت حضرتك عايزه مثلا تطلبي اوردر، يا ميارة اعمل لي كيلو او 2 كيلو من بواقي القماش اللي انت عاملاه العرض، تمام. هحاول حتى ان انا اوحد لك اللون، اجيب لك كذا حته لون واحد في بعض، تمام. فكده. لكن هترن عليا تقولي لي والنبي طب قيسي لي الحته دي شكلها، انا كنت بوريكم الدنيا عامله حواليا ازاي. الدنيا مسحومه جدا، وعندي شغل عايزه امشيه، وشغل عايزه اخلصه على المكنه. فبصراحه انا عايزه اقول ايه، قلت اخف الحاجات دي كلها. كنت هعملها كوشنات والله، وخداديات فرداني ومخدات فرداني ومطلوبه مني، بس انا ما عنديش وقت نهائي. فقلت خلاص مش مشكله، ممكن لو حد بيعمل الحاجات دي يعني هي مبروك عليها، اللي هتبقى من صاحبه النصيب بقى اللي هتاخد الحاجات دي، تمام. ودي الفوط يا بنات، بفكركم الفوط عندي، وقماش الكوفرت عندي، والستاير يا بنات الستاير تحفه والله، الستاير تحفه تحفه تحفه. الفوط اهي بالكيلو، والستاير بالكيلو، وقماش الكوفرت بالكيلو، كل حاجه ان شاء الله عندنا بالكيلو باذن الله اهي. خلاص يا بنات، اللي عايزه تستفيد بالعرض هتكلمنا على طول بعد الفيديو على طول، سيبي لي رساله واشوف اول واحده كلمتني عايزه قد ايه. هتقولي لي يا مياره حطي لي كيلو، حطي لي 2 كيلو، بس بشرط ما تقوليش قيسي لي كذا، قيسي لي مش عارفه لا. وخليكي عارفه ان ممكن يجي لك حاجه ممكن فيها عيب، حاجه فيها وصله، حاجه مش عارفه، بس عيب مش من اللي هو حته ممسوحه، ولا العيوب اللي انا بشيلها، لا لا، عيوب من اللي بتبقى في القماش، اللي هي ممكن تبقى في حاجه فيها وصله في النص. بس هو يعتبر ده هو ده العيب الوحيد. والعيب التاني ان الحاجات بتبقى صغيره، انه ممكن تلاقيها متر، نص متر، 3/4 متر، متر وربع، متر ونص، مترين.
هو ده العيب التاني بس، لكن مش هتلاقي حاجه ممسوحه، حاجه مقطوعه، حاجه بايظه، لا خالص. واللي واخدين مني قبل كده اكيد عارفين الكلام ده كويس. تمام يا بنات، انا حبيت ان انا اوريكم كده القماش اهو. ده هيبقى عينه القماش اللي هيجيلكم او اللي انا همشيه، وفي حاجات تانية متعانه بس لسه هطلعها بقى. هفلتر بقى الشغل اللي عندي ده ان شاء الله. اتمنى كده يكون الفيديو عجبكم، واستخدموا كده قماش الهشير وانتوا بقلب جامد، واسيبكم بألف سلامة.